أن تكوني أخرى في مجتمع يرفض الأخريات، في مجتمع كان ولا زال بيمارس كل أنواع التنمر والرفض والاستهانة بأي شخص لمجرد إنه مختلف عن المألوف أو المعتاد، واللي سبب ضغط كبير جدا على أي شخص بيتعرض له. لكن إنه يبقى الشخص ده ست أو بنت في مجتمع بيدور ورا المرأة طول الوقت عن نقطة ضعف يكسرها بيها، مرة لونها، مرة طبيعة شغلها، بطالتها، عناصتها أو شكل ارتباطها، وفي الآخر لو ملقاش أي نقطة ضعف ينتقدها على أساسها، كفاية إنها تكون مرأة وكمان لونها بلون القهوة. وهو ده موضوع كتابنا، كتاب نساء بلون القهوة للكاتب إسلام صالحين. عرض فيه الكاتب لقطات ومواقف من قصص حقيقية ل 33 شخصية، وبسبب لونهم اتعرضوا للتنمر والعنصرية في كل مجالات حياتهم. وبنشوف مع كل قصة تنمر مدى التأثير السلبي اللي بتحس بيه بطلات القصص دي، وإزاي إنه كلهم بيشتركوا في نفس الأحاسيس والمشاعر اللي بيحسوا بيها نتيجة التنمر. وكمان الكاتب بيورينا إزاي إن بطلات القصص دي اتعرضوا لنفس مواقف التنمر، لكن كل واحدة فيهم كان بيبقى ليها رد فعل مختلف، إما بتجاهل وصمت، أو بالحسم ورد الاعتبار، أو بالقوة والثبات. وكمان في أصعب رد فعل ممكن أي حد يتخيله، وهو القسوة مع النفس بأبشع طريقة والاستسلام للأمر الواقع. ودي القصة اللي هنبتدي بيها. في لقاء مدبر بين الكاتب وبين ويو عن طريق صديق مشترك في إحدى الجامعات، وصف الكاتب ويو بأنه شاب طويل ببشرة سمراء داكنة المميزة لشعوب غرب أفريقيا. تبادل ويو السلامات والتحيات بيده الدقيقة وصوته الحاد، وقال الصديق المشترك للكاتب: ويو هتحكي لك كل حاجة. استغرب الكاتب من كلماته وقال، أو بالأحرى قالت ويو: الجميع هنا عارفين إن ويو بنت، الأفارقة تحديداً، أما باقي الزملاء فهم ما يهمهمش، هم بصعوبة شايفيننا وحاسين بوجودنا في الجامعة. إحنا كمان بنلاقي في تجمعاتنا أمان أكتر من الاختلاط بباقي الطلبة. سألها الكاتب: ليه قررتي التخلي عن أنوثتك بالشكل ده؟ ردت ويو: يا سيدي، مين قالك إني تخليت عن شيء؟ أنا أضعف من إني أتخلى عن أي شيء أو أبقى على أي شيء. أنا أحيا الحياة لأتعايش مع الأشياء. أنا لاجئة أفريقية، طالبة في الجامعة بمنحة حكومية للاجئين، عانيت زي ما بيعانوا الناس هنا. لك أن تتخيل فتاة أفريقية لاجئة وحيدة بلا عائلة، تختلف عن كل محيطها في كل شيء. كان لازم أتخلى عن أي ثغرة أو نقطة ضعف ممكن تكسرني، وكان أكبر نقطة ضعف هي كوني أنثى. وكان ده الأمر الأهون عشان أحمي نفسي وأقدر أتعامل مع المجتمع وقسوته. وده اللي خلاني أتعرض لكي الثدي من سنين مراهقتي الأولى. اندهش الكاتب وتساءل عن الأمر اللي كان بيسمعه لأول مرة، وابتسمت ويو ابتسامة فيها مرارة لا يمكن تجاهلها، وقالت: كي الثدي هو إحدى ممارسات النساء في بعض قبائل أفريقيا، بتستخدم فيها النساء تقنيات شعبية على صدور الفتيات بتمنع صدورهم من النمو، شكل من أشكال الختان لكن على الصدور. وعدت لحظات صمت طويلة شردت فيها ويو مع ذكرياتها المؤلمة، وكملت وقالت: وجودي في شكل الذكر منعني كل أنواع التحرش اللي بتتعرض لها أي أنثى، لكن اللي بيتعرض له السود واللاجئين فالرجال والنساء فيه سواسية. ضحكت بعصبية وقالت: مرأة سودة لاجئة وفقيرة كتير جدا، صدقني كتير وفوق احتمال أي شخص، وأنا أضعف من أي شخص. أستأذنك، عندي محاضرة لازم أحضرها. ومشيت ويو من غير ما تسمع أي تعليق من الكاتب ليها، وكأن الأمر لم يكن يعنيها من الأساس. ودي كانت القصة الأولى، منتهى القسوة، إن يبقى في ناس بسبب معتقدات اترسخت جواهم من نظرة المجتمع ليهم فاكرين إن هم بكده بيحموا نفسهم، لكن للأسف هم بيشوهوها بإيديهم. وتاني قصة هي مثال لرد الفعل بالتجاهل والصمت. هي قصة معاناة بطلتها فضلت تعاني طول حياتها بسبب التنمر على لونها والسخرية منها في كل خطوة في طريقها. منال بنت عندها 19 سنة، والدها كان مسافر وبعيد عنها لسنين طويلة، وخلال السنين دي
مرت منال بلحظات قاسية عدت عليها في غيابه، ولما رجع والدها من السفر ما كانتش مصدقة نفسها من الفرحة. وفي يوم طلبت منه إنها تخرج معاه ويروحوا كذا مكان، وهما مع بعض اتفاجئ الأب بكم من التنمر والتريقة على بنته في كل مكان راحوه. ما قدرش يستحمل، اتعصب، فضل يهاجم كل شخص اتنمر عليها، وكان في حالة ذهول من رد فعل بنته من هدوءها اللي كان باين عليها. سألها بحدة عن سبب الهدوء ده، ردت وقالت: يا بابا دول 10 دقايق من يومي، من 24 ساعة بعيشهم من 19 سنة وزيادة، وتوقع مني إن كل دقيقتين أقف أشتم واحد؟ أنا بشوف ده طول الوقت، كل أنواع التنمر والتحرش، مرة لإني بنت ومرة لإني سودة. اتأثر الأب من كلام بنته وحس بالعجز، لأنه ما قدرش إنه يحميها من اللي بتواجهه، لأنه عارف إنه مش بإيده تغيير الواقع ده مهما عمل. عشان كده قرر هو وبنته التجاهل عشان يعرفوا يكملوا حياتهم. القصة الثالثة كان رد فعلها سريع وحاسم، وترد لها اعتبارها رغم الإهانة اللي واجهتها بسبب لونها، وده بالظبط اللي بيتطبق على بطلة القصة اللي هتسمعوها دلوقتي، رحاب. بتشتغل في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة. كان حلم عمرها إنها تسافر لبنان، بلد العجايب بالنسبة لها، وبحكم شغلها قدرت إنها تسافر. وهي في بيروت دخلت محل من محلات الأزياء، استغربت من نظرات الموظفة ليها اللي كانت موجودة في المحل. نظراتها كانت بتدل على إن رحاب جاية بغرض السرقة، وعاملتها على إنها خدامة لمجرد إن لونها أسود. اعترضت رحاب على معاملة الموظفة ليها، وفي اللحظة دي اتدخلت المديرة واتكلمت مع رحاب وهي بتهديها، بتقول لها: الموظفة ما تقصدش، وكانت فاكراكي أفريقية، وهنا الأفارقة كتير منهم بيبقوا حرامية. فردت عليها رحاب بتحدي وقوة: معنى كلامك اللي بتحاولي تهديني بيه إن مجرد إن واحدة سودة تدخل لكم المحل فهي رقم 1 خدامة ورقم 2 حرامية، ومش من حقها تنول شرف الشراء من عندكم. مبدئيا انتم محل مغمور، لا انتم براند ولا مصمم مشهور، وحظكم الأسود وقعكم مع أجنبية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة. وحب أبشر سيادتك إني هقدم بلاغات في كل حتة في بلدك، وهقول للعالم كله مدى عنصريتكم وإجرامكم في حق الستات عامة والسوداوات خصوصا. وبتحدي واضح وجهت كلامها للموظفة: أحب أبشرك إنك قريب قوي هتدوري لك على شغلانة جديدة، وفي الأغلب هتكون خدامة. رفعت خصلة من شعرها وقالت بهدوء: ميرسي جدا، بضاعتكم رخيصة، أرخص مما كنت أتخيل. وخرجت في هدوء. وأخيرا قصة النجاح والكفاح اللي مليانة قوة وثبات. أدرية حلم حياتها من وهي طفلة إنها تبقى مذيعة. مجموعها في الثانوية العامة 98%، كان ممكن يدخلها طب أو صيدلة، لكن عشان هي متمسكة بحلمها دخلت إعلام. كانت متفوقة ومتميزة جدا، اتخرجت بامتياز وترشحت كمعيدة في الكلية، لكن هي رفضت لأن حلمها إنها تقف قدام الكاميرا. ساعدها أساتذتها ورشحوها لقنوات فضائية مختلفة. راحت وتقدمت لاختبارات التأهل للعمل، واجتازت جميع الاختبارات، وتصدر اسمها للمرشحين للعمل. لكن للأسف كان في تسويف وتأجيل واعتذار، السبب إن صاحب القناة قال: لما يبقوا الشقر والملونين يخلصوا هنبقى نفكر في موضوع بكاكا داستا ده. كانت قوية ومصرة على النجاح، وكلام المدير ما هزش منها شعرة، لأنها مش من النوع اللي بيستسلم إن حلم عمرها يروح هباء. قالت لنفسها: انتهى عهد القنوات الفضائية المحلية بالنسبة لي. قدمت في أكتر من قناة دولية، وفعلا اجتازت الاختبارات على الإنترنت، واتقبلت في 4 من أكبر القنوات العالمية في شهر واحد. وصلت إنها بقت مقدمة برامج حوارية في واحدة من أهم الفضائيات الأوروبية، وما بقتش تفكر في أي إحباطات عدت عليها. وقالت جملة واحدة بتوجهها لكل بنت: لو حلمتي كوني قد الحلم ده وقد تحدياته. وبقصة النجاح وصلنا للختام. ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الكون كله خلق لنا برضو الاختلاف، والاختلاف هو سنة الله في الكون. لكن للأسف الإنسان بعقله المحدود مش بيشوف إن الاختلاف ده إنه شيء أساسي وطبيعي في الكون اللي إحنا عايشين فيه. وكانت النتيجة إن ستات وبنات كتير زي اللي موجودين في الكتاب اتعرضوا للتنمر. لكن بصرف النظر عن نظرة المجتمع ليكي وموقفه منك، فأنتي قيمتك عالية قوي عند ربنا، لأنك إنسان، وربنا لما خلق الإنسان
كرمه. لازم تعرفي إن عمر ما كان مقياس قيمتك هو رأي الناس فيكي ولا رضاهم عنك. مقياس قيمتك عند ربنا وجوه نفسك. خليكي فاكرة كده كويس.